السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هو للناس اللي بتستخدم بي سي وبتقابلهم مشكله الكابلات الايثرنت او جهاز الكمبيوتر بتاعه ما فيهوش واي فاي. بص، اللي قدامي دي اسمها انتنة واي فاي. الانتنة دي باختصار هي بتخلي الجهاز الكمبيوتر بتاعك او البي سي او الكيسة، بتخليها تاخد واي فاي زيها زي اللابتوب بالظبط، مفيش اي اختلاف. كل اللي عليك انك بتشتري الانتنة دي، تمام، وبتبدأ انك تحطها في اي مخرج من مخارج اليو اس بي بتاع حضرتك اللي هو موجود في الكيسة، وتبدأ ان انت تثبت البرنامج بتاعها اللي بيجي معاها. هي بيجي معاها اسطوانة زي دي، تمام. ايا كان، ممكن لو انت اشتريتها قديمة ممكن ما يجيش معاها البرنامج. لا، ممكن بعد كده تعمل حاجة اسمها ابديت للويندوز، والويندوز اصلا بيكتشف ان حضرتك موصل انتنة ومحتاجة تعريف، فبيحمل الاصدار بتاعها. انا هوريك دلوقتي مثلا. انا لما اجي اوصلها على جهاز الكمبيوتر بتاعي، هوريك عملي دلوقتي. يعني انا بص، لو تلاحظ انا عايزك بس تركز، خليك معايا هنا، تمام. هبدأ ان انا اوصلها على جهاز الكمبيوتر بتاعي زي ما حضرتك سامع كده. انا وصلتها، تمام. انا بعمل ده كله عشان اوريك التعريف بتاعها يعني. بص، هي بدأت انها تتفاعل معاها فوق، وحتى جابت لي الشبكة اللي انا موصل عليها، حتى جايبه لي برضو علامة الواي فاي تحت اهي، تمام. هي الفكرة بسيطة جدا يعني، ما فيش اي اختلاف، بس انا عشان كنت مفعلها قبل كده فالدنيا كانت معايا تمام يعني. الحمد لله كنت انا مثبت البرنامج بتاعها وكنت عاملها. نيجي بقى سعرها. بص، هو سعرها الايام دي ممكن مثلا لو جديدة ممكن تكون ب250 جنيه بالكتير. ده سعرها. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك. اتمنى يكون عجبك الفيديو. حابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. شكرا ليك على المشاهدة.